اهلا وسهلا خوتي وخواتاتي الوردات ديالي، ومرحبا بكم في قناتي قصص منى الواقعيه. القصص الواقعيه والمشاكل اليوميه اللي كيعاني منها بزاف ديال الناس. هنا غادي تسمعوا قصص من الواقع من لسان الناس كاين فيها مشاكل زوجيه، مشاكل عائليه، وصداقات الخايبه، واصحاب السوء، ومشاكل المراهقين، وبزاف ديال القصص منهم تا قصص الرعب. المهم بزاف. الهدف ديالنا هو نسمعوا ونعيشوا مع القصه ونتفاعلوا معاها باش كل واحد يقدر يعطينا رأيه أو ياخد منها عبرة لحياته. إذا كنت جديدة في القناة ما تنسيش تشتركي وتفعلي الجرس باش يوصلك الجديد، وخلي تعليقك باش تساعدي صاحبة القصة، راه كل كلمة منك ممكن تغير حياتها. يلا نبداو غزالة القصة ديال اليوم. أنا اسمي سمية. ملي كان عندي 17 سنة وكنت شديت الباك، تما غتبدا حياتي. كنت عايشة مع دارنا، كبرت في وسط جو عائلي اللي هو متواضع والحالة متوسطة. الحالة ماشي عندنا ولكن عايشين المهم على قدنا. الأب ديالي كان ومازال كيخدم في البني، والأم ديالي كتخدم ميناج، وخا مسكينة صحيح حتى على قد الحال، صحتها قليلة الحمد لله، كبرتنا وكيف كانت كتمنى نكونوا قاريين داخلين سوق راسنا الحمد لله. في داك الوقت كنت بغيت نمشي للمدينه اللي غنكمل فيها قرايتي. كنت ماشيه وكلي متحمسه، وباش في داك الوقت البنات باش نعاود لعائلتي للعائله ديالي. للاسف كلشي كانت ظروفه صعيبه. كنت بغيت نشارك معاهم غير النجاح ديالي ديال الباك وكلشي، ولكن الظروف حكمت، ماشي مشكل. حيت اختي هاجر كانت داتها الام ديالي تعمل عمليه على عينيها في واحد المدينه اخرى، والاب ديالي كان مزير بزاف من الناحيه الماديه وديال المصاريف، نتوما عارفين. رفض، ما بغانيش نمشي، ولكن الام ديالي هضرات معاه، دخلت باش وافق نمشي. وافق يعطيني غير فلوس، غير المركوب. صافي خديت من عنده فلوس ديال المركوب ومشيت. جمعت حوايجي وكل ما غنحتاج ولبست عليا ومشيت. مشيت بالليل، ما كاينش عندي ديك العقل ديال ما خصنيش نمشي بالليل. تقدر توقع لي شي حاجه في الطريق، نقدر نوصل تما، عاد كنت غنوصل بالليل يعني الوقت معطل. هذيك المدينه كان عمي ساكن فيها، مشيت عنده، وفي ديك المدينه نيت تما غندوز العذاب. المهم مرات عمي ما بغاتنيش، كانت رافضه انني نبقى معاهم. المهم ما كانت باغيه. وهنا الطمه الكبرى هي فاش بديت كنتسقهر. المهم البنات بداو كيعاملوني بلي انا مزيره عليهم، وما بقاوش براحتهم، وفي الدخول والخروج كينقروا. وعاد زيد عليها ولادهم كيتحاسبوا على اي حاجه، والحاجه اللي ما لقاوهاش مره يسميوها فيا الفلوس مشاو، ومره يقولوا لي راه كنجي معطله. انا البنات كنمشي وكنجي في الوقت. كنت كنقرا في الكليات العلوم، انا اصلا كنت مضاربه غير مع راسي. وزيد عليها هضرتي فاش كنمشي لافاك كنت كنشوف الناس في شكل، وهضرتي طاغيه عليها الشلحه، ما كنهضرش بالعربيه مقاده. حوايجي فحال شي بوجاديه، باين عليا المظهر ديالي بسيط بزاف، وواجهه الفقر او قله الشي ضعيفه. وهاد النقطه ما عمرها كنت زعما كتقلقني ولا رد ليها البال. كنت البنات ضعافيت، كنت رقيقه ضعيفه بزاف، حيت ما شبعاش في كرشي. حتى الترونسبور ما كانوش عندي فلوس باش نركب ونمشي لافاك، حيت بعيده لافاك على الدار بشي 20 كيلومتر. كنضربها كل نهار في المشي والمجي، كنمشي على رجليا وكنرجع على رجليا. كنت كنعاني، ولكن كنت كنصبر. جاتني القرايه صعيبه بزاف، ولكن ماشي مشكل. ما كنتش عارفه حتى كيفاش نستوعب هادشي اللي كندوز منه. داكشي كامل كان بحال كان حلم وصافي. المهم العام الاول مشى هكاك بلا نتيجه. كنت كملته وسافرت لدارنا. وغير كنت كنكذب ملي كيسولوني على القرايه، كنقول لهم شفنا شي نقاط، يعني دخلونا شي المواد وشي المواد باقين ما كملوا لهم زعما تصحيح باش يحطوا لنا النقط. كاين نقط اللي دخلوا وكاين اللي باقي. وكنت كنحشم، يعني كنحشم البنات، كنبقى نكذب بحال هكذاك. ومره كنتيق راسي. والله البنات كنت كنتيق راسي باللي نجحت. اودي نجيكم الصراحه البنات، الوعي ما كانش مكمول صراحه. نقول لكم الوعي عندي ما كانش مكمول كامل، يعني بحكم المجتمع اللي تربيت فيه، نتوما عارفين.
و... وكنت الواد اللي جاي يديني، الواد اللي كيجي البنات كيديني، كنت غير كنضحك على البنات، يعني غير ضحكه. ما عرفاش الدنيا فين ماشيه بيا ولا فين غتمشي الدنيا. المهم جا العام الثاني كنت معوله نعمل حي جامعي. صراحه البنات حلفت ما نعاود نمشي لديك الدار د عمي. انا عارفاكم غتقولوا لي هما ما ولدوكش ونساوك، ولكن انا حسبت عمي بحال الاب ديالي. بقلة الوعي اللي كان عندي ما كنتش كنستوعب هذا الشيء، ما كنتش كنستوعب. كان كيجيني عادي، فهمتوا البنات؟ يعني عمي بحال با، يعني كان عادي، كان كيجيني عادي. ما كنتش يعني كنتوقع يعني عقلي او الوعي ديالي ما كاينش كيقول لي باللي راه داكشي. يعني والدي انا قلت لكم الاب ديالي كان واحد مع المصاريف وهادي، ومع الام ديالي مشات مع اختي مريضه، يعني غير بوحدي كان، فهمتوا؟ ما كاينش اللي ينصحني او لا. المهم البنات انا قلت لكم قله الوعي اللي كان عندي ما كنتش كنستوعب هذا الشيء. ما كانش على بالي غندوز العام، ما كانش على بالي اصلا غندوز هذا العام كرفص بزاف، ولكن ماشي مشكل، من الاخطاء كنتعلموا. واي حاجه كندوزوها يا مزيانه يا خايبه كتكون علمتنا درس في الحياه. وانا غنجاوب حتى ديك البنات اللي يقولوا لي والديك، اللي غيقولوا لي زعما والديك كانوا هما اللي خصهم يسردوا لك المصروف ديالك باش تقراي باش تصرفي على راسك والو. والو والديا ما كانش عندهم، انا قلت لكم الحاله يعني ضعيفه في الاول. ما كانش عندهم، وما كنتش زعما كنبغي نقول لهم والو، كنت كنقول بركه عليهم غير داكشي اللي هما فيه، كنت كنحاول انني انا نتقاتل مع راسي. المهم كنت باغيه نعمل حي جامعي العام الثاني، ولكن واحد السيده وعدتني تما، كانت وعدتني تشوف لي زعما حي جامعي، ولكن كل مره كتقول لي انا نشوف لك. صافي بقيت على هضرتها كنتسنى. صافي في ديك الفتره لقيت خدمه في واحد المكتبه. الصراحه كان باقي نوصل شي دخول د لافاك، يعني بواحد شهر هكذا كان يبدا العام الجديد، قلت ندير باني راسي. وانا البنات ما كنتش جلست في الدار ديالنا بزاف، ملي كنت رجعت مشيت لها في العطله غير ارتحيت وجمعت الاوراق ديال الحي الجامعي. وواحد الحاجه البنات، انا واخا كنت كندفع الحي الجامعي ما كانوش كيقبلوا، دائما كيرفضوا لي. صافي ومشيت في حالي راجعه لديك المدينه باش ندبر شويه في الصيف مصاريف القرايه العام الثاني. وهاد المره مشيت وجلست في دار جدي مع مراته، حيت جداتي كان طلقها جدي شحال هادي. المهم جلست في دار جدي مع مراته. جلست وكنمشي نخدم انا وواحد خالتي، حيت هي اللي وراتني ديك المكتبه دخلتني نخدم معاها. المهم خدمت، قلت لكم البنات خدمت معاها فيها. المهم خدمت، تعلمت، كرفصت. كانت هذه اول خدمه خدمتها، كنت كنخدم من نيتي، ما كنتش كنعرف شنو هي التفله ولا التحريميات يعني في الخدمه. خالتي اللي خدامه في نفس المكتبه، حيت قلت لكم هي اللي دخلتني معاها، جاتها الغيره في ديك الفتره ديال حيت كان الباترون ولا كيعطيني ندفع لا كوموند ونقابل كاخا، كنبقى نتخلص من الكليه. المهم بزاف ديال الامور كنت كنخدمها من 7 الصباح حتى ل 11 الليل، عاد كيشدوا المكتبه رجليا طابو من الوقف. المهم هاد السيده سمحوا لي، هاد السيد ملي غنقرب نمشي في حالي لافاك، ساليت مع الخدمه غنمشي باش نبدا القرايه ديالي، ناضو قال لي انا نعاونك تما زعما في لافاك. ورا لي واحد السيده وتما ديك السيده هضرات مع واحد البنت وقالت ليها تبيع ليا بلاصتها. المهم بعتها لي ب1500 درهم. المهم ديك الساعات كلشي داز مزيان، ما كنتش كنعرف باللي الصداع كينوضوا عالم اخر البنات في هاد لافاك. المهم وليت مركزه غير على لافاك وكنت كنقرا، وهاد المره نجحت الحمد لله. رجعت بغيت راسي هنايا وغتبقى لي نقطه، وقريت مزيان. قلت لكم البنات غتبقى لي نقطه باش نكون وصلت باش العام كامل يدخل في المنحه او قرض جامعي على طول العام الدراسي. بمعنى اخر البنات، هو النظام اللي بنات اللي ما فهموش، هو النظام اللي كيخلي الطلاب ياخذوا الدعم المالي للمساعده في تكاليف الدراسه، بحال تسجيل السكن، المواد الدراسيه الى اخره. المهم المشكل كنلقى راسي عندي
اصلا المشكل طلعت وهبطت عاوتاني كيتسالوني الوثائق المطلوبه مني خاصني نجيبها. المهم في هذا الوقت عرفت راسي ما غتبقاش ليا المنحه. صراحه كنت عارفه ان المنحه ما غتبقاليش. الصراحه البنات فقدت الامل وحسيت انهم ما بقاتش عندي فرصه باش نستافد من المنحه او القرض بسبب هذا المشكل اللي واجهت. تعطلت باش ندفع الوثائق اللي مطلوبه، ماشي مشكل. ولكن في هذه الفتره اللي دازت كان زاد الوعي عندي على بزاف ديال الحوايج، وعرفت مع من نترافق، وعرفت بزاف واستفدت من بزاف ديال الحاجات. المهم العام الثالث اللي غيجي وانا نعتمد على راسي بزاف ديال الحاجات، وحتى الام ديالي الصراحه هنا عاونتني، وحتى الاب ديالي باش نكمل الحمد لله. فاليديت شي حاجه، واخا هكداك باقي العام الثاني حاصل. لا انا فاليديت كلشي في العام الثالث ولا والو البنات. المهم تخربيق وصافي، هنا نفسيتي بحال غندخل في الاكتئاب. يلا دوزت الدوره الاولى صافي مرضت وليت ضعيفه، وكنلوم راسي كنقول ما غادي نخرج حتى بشي حاجه، حتى بشي نتيجه. لا باك بليس واحد، لا باك بليس دو. المهم وليت غير كنخمم كنقول اشنو غنعمل، اشنو النتيجه د هاد التكرفيس. كنت عصبت بزاف الصراحه. المهم كملت الدوره الثانيه خاليه الوفات. المهم كنت غير كنتمشى حتى كنعيا ونجلس، الله يجعلو يكون طارد القمامه حاشاكم. كنجلس ونبقى نبكي 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 بزاف، وكنقول واش انا مريضه نفسيا ولا شنو انا واقع لي. عائلتي كتعمل مجهود معايا وانا كنعمل مجهود والو. ما قدرتش نقول شنو عندي في خاطري من غير صاحبتي هبه، هي اللي كانت كتفوج عليا حيت كانت معايا في هذه الفتره، كانت نعمه الصديقه حيت كانت بحالي. ما قدرتش تكمل باش تحصل على شهاده. المهم مشيت للدار جمعت حوايجي. البنات الدار كنت هضرت لكم على الحي الجامعي، ما قلت لكم البنات كنت كندفع كيرفضوا لي، نسيت ما قلت لكمش هذه النقطه. انا البنات حيت كنت كريت مع واحد البنت، كريت وصافي انا وياها صافي. قلت لكم البنات المهم مشيت للدار جمعت حوايجي ودعت ناديه. هذه كانت صاحبتي ديال الكرا اللي كانت ساكنه معايا في الدار اللي كنا كاريين. اللي كنت كنتمنى نكون في حالها في كل شيء تبارك الله. كانت كتعرف تسير امورها، كانت عامله تخصص فيزيك، ولكن كانت ذكيه بزاف تبارك الله. كتصلي البنات نقيه حادقه كطيب وعارفه شنو باغا، داكشي اللي بغات ما شاء الله عليها. نقول لكم البنات واحد الحاجه، اللي ما كيصليش راه كيبقى مخربق ومرون في حياته، كيكون بحالي عايش في الفتنه. الناس اللي شادين في صلاتهم راه في النهار كيسهل لهم ربي في كل شيء، وكيعملوا في النهار ديالهم بزاف ديال الحاجات، وكيقضيو بزاف ديال الامور مزيانين، وكل شيء كيتيسر من عند الله سبحان الله. وكيبقى لهم الوقت لراسهم لقرايتهم ولا لخدمتهم، اي حاجه ربي كيسهل لهم فيها. انا الصراحه كنت كنصلي وكنقطع. المهم نكملوا البنات، مشيت الله يهدينا جميعا. المهم نكملوا البنات، مشيت لدارنا راجعه من بعد 3 سنين بلا حتى حاجه والو. المهم ارتاحيت تما. خالي كيصوني واحد النهار الاب ديالي وعيط له في التليفون. قال له واش تجي باش تخدم، غنبني فيرما ونجيب عائلتك زعما نسكنوا تما. انا فرحت كلشي كان متحمس في الدار. صافي مشى الاب ديالي هضر معاه قال له اوكي سافر حتى لديك المدينه باش يشوف ديك الشيء اللي وجد خالي. صافي رجع الاب ديالي مع خالي وولادو، كان فرحان. حنا كنا محتاجين نفوجوا ونخرجوا غير من ديك المدينه صغيره. حنا عارفين غاديين العروبيه ماشي المدينه، ولكن كنا كنتخيلوا شي حوايج ما كاينينش، من الديور من بزاف ديال الحاجات تما. انا البنات ما نكذبش عليكم كنت فرحانه حيت غنتهنى من هاد الحومه اللي كنت ساكنه فيها. وانتم كتعرفوا البنات المجتمع ديالنا ما كيرحمش. المهم نكملوا القصه ديالنا. حومه ديالنا بنات حيت غيبقاو يسولوني شنو عملتي في القرايه، وغيبقاو بنادم قايلون فيا فهمتوا. قلت نتهنى الا مشيت غنتهنى. المهم وصل الوقت مشينا وغادي ندوز ايامات مزيونين. دوزنا ايامات مزيونين زعما في ديك الفيرما. كيتسالى الشهر بدينا كل واحد فينا كيتعصب حيت بصح ما بقيناش قادرين على ديك الروتين. كنشوفوا غير الحيوانات وبوحدنا، وكناكلوا ونعسوا بكري مع الدجاج
المهم كنصبروا الخدمه د العروبيه وخا صعيبه. كنا في المدينه عندنا الضوء، في هاد العروبيه باقي ما وصل الضوء. كان عندي واحد الفراغ كبير، كنا كنفرحوا فاش كيجي شي واحد من العائله باش كنبدل غير الروتين. انا من كثرت ما وليت عايشه هنا كنت دائما كنحس بلي انا في سجن، وبلا تلفزيون ولا شي صديقه. كنت صراحه البنات انا تعرفت على واحد الولد في التليفون، كنا كنهضروا وكان ظريف الصراحه. كنت كنهضر معاه مع ديك الولد واخا التليفون كان لا علاقه. الولد عمرو شفتو صراحه، كنهضروا غير في التليفون. المهم بقينا كنهضروا انا وياه حتى لواحد النهار جاتني فكره يعمل مشروع مع خالي. يعمل خالي مشروع ديال الدجاج اولا بقار، المهم شي حاجه ديال الفلاحه. انا البنات كنت كنشكرو دائما خالي، كنهضر عليه مع خالي دائما كنجبدو كنهضر، حيت خالي كنت زعما معاه عادي كنهضر معاه في امور بحال هكذا، حيت عارفني اصلا مؤدبه وحتى الولد اللي كنهضر معاه يعني في الحدود الادب. انا البنات المهم كنت كنشكرو الخالي دائما باللي مزيان ونقي وداخل سوق راسو، وباللي انسان مزيان ومحترم متخلق. المهم هدرت مع خالي قال لي واخا، هدرت معاه قلت له زعما على حساب المشروع الولد يجي يخدم لك فيه وهادي. المهم هدرت معاه قال لي واخا نشوفو يكون خير. ولكن البنات من بعد ما داش بزاف دغيا وافق بلا ما يفكر بزاف صراحه. البنات باش تفهموا المشروع راه بغيت الولد اللي كنهضر معاه هو اللي يخدم، حيت هو اللي غيدخل في المشروع مع خالي. خالي يجيب له الماكين وديكشي باش يخدم، وهو يخدم عنده، يعني يخدم الخدمه هو اللي يخدم بيديه وخالي يجيب الماتريال. المهم خالي قال لي واخا، وافق. عطيته النمره د الولد نمرته وطلقاو، هضر معاه وطلقاو. كان الولد اللي كنهضر معاه في مدينه بعيده بجوج ساعات علينا، مشاو طلقاه وتفاهموا يعملوا مشروع ديال الدواجن ديال الدجاج، من بعد يعملوا بقر. المهم هي هذيك جاب ليه ماكينه كتسمى الفقيه، وبدا وعمل معاه واحد الثمن للشهر. المهم وهي خرجت له عمته وبقات كتعمل مشاكل كل مره. مشكل مره كتقول له راه الضو كيضيع، لا هادي كل مره حاجه نايض عليها المشكل. المهم حبسنا ديك الشيء، ولكن في ديك المده كانت جات هي وياه للدار عندنا نتعرفوا على اساس المشروع اللي مشروك. المهم اذا قلت لكم كنت اول مره غادي نشوفه كنت ما متيقاش راسي. المهم مشات ايام وجات ايام، وقف كل شيء صافي، وانا نقول له صراحه عائلتك باللي انا وياك مع بعضياتنا. قال لي انا خايف اكيد غيرفضوا. المهم انا قلت له المهم البنات حيت هو كان باقي زعما صغير شويه في السن وباقي ماشي خدام. المهم انا قلت لخالي اللي كاين، حيت خالي كنت متفاهمه معاه، يعني كنعاود له الحاجات بحال هكا مزيانين، حيت هو كان عارفني انا زعما ماشي شي بنت اللي خارجه الطريقه، ولا يعني عارفني يعني الا هدرت مع شي ولد راه حيت هو حتى هو داخل سوق راسو مزيان. وبحكم ملي كنت كنهضر له عليه باش كنشرك معاه، هو يقول لي خالي زيد يصبري عليه يمكن مازال ما مستعد اولا شاف الوقت المناسب باش يقولها لهم. صافي دازو ايام، واحد النهار قال لي قلت للام ديالي بلي بغيت نتزوج. فرحت بزاف وانا فرحت، ولكن الوالد ديالو ما بغاش، رفض الفكره. واخا الولد عنده دبلوم بيرمي كيخدم على راسو ماشي جالس، وعاد الفلاحه اللي عند والديه. هو كانت عنده يلا 26. نسيت ما كملت لكمشي على قبيلات ملي الولد عمته ما بغاتش المشروع، كانت كتهضر على الضو كل مره على حاجه. حيت في الاول فاش بداه مع خالي كانوا عملوه في الفيرما ديال باباه ديك الولد اللي كنت كنهضر معاه، وكانت ساكنه عمته حداهم نيت في البلاصه اللي هما ساكنين فيها. كانت كتعمل سبه بالضو، حيت البنات اذا كتعرفوا ما عرفتش واش تكونوا عارفين، كاينه واحد الماكينه كتعمل فيها بيضات اسمها الحاضنه، كتعمل على شكل الدجاجه. فاش كتحضن بيضات فهمتوا، كتحضن بيضات غير هي كتهز اكثر من 500 بيضه، وهاد الماكينه كانت غير ديال 500 بيضه. كيبقى فيها 23 يوم، وخاص البيضات يكونوا مخصبين باش يعطيونا الفلالس. وملي كيخرج الفلوس خاصو الشوفاج باش يكبر، حيت الا كان البرد ايموت. المهم من هذا المشكل كانت عمته كتعمل مشاكل كتر على الضو، اكثر على الضو.
المهم قرر خالي يعملو عنده في الفيرما ديالو، وحتى هشام وافق وجا الفيرما عندنا. وموراها حاول يهضر مع الام ديالو باش نتزوجوا، حيت الاب ديالو كان رافض يتزوج. المهم جات غير الام ديالو جاو يخطبوني من والديا، وحضروا عائلتي الصغيره والكبيره، وخالي هو اللي تكلف ديك الوليمه. من بعد كان خدم هشام وكان عقل جاي يخدم، وخلى الاب ديالو مفقوس حيت ما عملش بهدرته، ما حضرلوش الرسم. وخالي اللي كان مشى عندهم وجابهم من الدار، كانت الام ديالو ظريفه وحشمانه، من انه راجلها اللي هو بابا هشام ما عملش بهدرته، هو بقى معنا في الدار وكيخدم وكيعاون الاب ديالي النيت في الفيرما، حيت كان حتى البقار والغنم كيتوجدوا للعيد، وعاد الدجاج حتى هو. المهم كان محترمني، ما عمرو قال لي شي حاجه ولا قلل عليا الاحترام، كان مخلق ومحترم، اصلا ما عمرني جلست معاه بوحدي. واحد النهار قال لنا خالي بلي غيسلف هشام شي بركه ونعملوا شي وليمه، نعملوا شي ليله باش نضربوا الصدق. قالنا خصنا نفرحوا بكم. صافي تما جمعنا ورقينا باش عملنا العقد، وملي قالها الام ديالو تما بابا هشام قال له انا وخاك غنحضروا الملك. صافي كان خالي ذبح حولي وعملنا العشاء. كنت فرحانه انني مرات هشام، حيت كنت بغيتو بغاني الحمد لله تيسرات الامور. وجا باباه وخاه ملي شافهم، ملي شافهم كان فرح. المهم من مورا ملاك بشي ايام عملت العرس، وكان خالي اللي كان مسلفنا. خالي الحمد لله شريت خالي اللي كان سلفنا الفلوس باش كنا عملنا هاد الوليمات كاملين الملاك، وموراه عملنا العرس. الحمد لله شريت داكشي اللي دهاز، كلشي اللي كان خاصني واللي غنحتاج. صافي وعملنا واحد النهار فيه الغدا، حضرت لي ماما واختو وعائلتي والجيران، واحد خالتي وبناتها وواحد خالي اخر. صافي داز كلشي مزيان. المهم بقيت في الفيرما ساكنه، بقينا عايشين فيها حيت الاب ديالي ما بقاش باغي يبقى فيها. بقيت انا وهشام يعني عايشين فيها ومقابلينها وكلشي في الفيرما، عايشين على قد الحال. كناكلوا اللي كتب الله. كان الصيف، الماء بارد ما كانش، حيت والو الثلاجه، وكنشربوا الماء سخون. حتى الماء باش ندوشو به بارد حيت كان الصهد، كنا كندوشو به سخون. كنا ما كنخرجوش حدنا الفيرما، واخا كان كيجي العيد ما كناش كنحسوا به نهائيا. كنا عايشين عادي، كنعطيو البهايم ياكلوا، كنرجعوا للدار. صافي واحد النهار عرفت راسي حامله، وكان رد لي البال هشام وكيتهلا فيا ويديني للطبيب ندوز. صافي والامور مشات وحنا مقابلين الفيرما. واحد النهار خالي بحال اللي بدا كيدخلوا الشك باللي حنا كنسرقوا له في الفيرما. وحنا البنات والله ما كنا زعما ما كنا كنسرقوا له ولا حتى شي حاجه، ما عمرنا قصنا له شي حاجه من ديك الشيء. كان الدجاج والنعاج وبزاف ديال الحاجات، واخا كتموت بعض المرات شي نعجه ملي كنقولوا له راه ماتت بحال اللي ما كيتيقش وكيدخلوا الشك. واحد النهار قالنا عندكم تذبحوا الدجاج، راه الدجاج غالي، وحتى بيضات كيقولنا كتهزوه بحال اللي زعما كيقصد راه حنا موالفين بهذا الشيء، وحنا كنهزوا الدجاج ونمشيو نبيعوه في السوق. انا البنات كنحاول نزرب شويه في الهضره غير باش ما تجيش قصه طويله بزاف. ما علينا. ملي كنت قربت نولد كنت مشيت للمدينه باش نولد في الطبيب، حيت راجلي هشام كان جامع شويه د الفلوس وداني مرتاحه في الطوموبيل، حيت كانت هذيك العروبيه اللي ساكنين فيها بعيده على المدينه. المهم بحكم هذا الشيء اللي داز دوزت معاه ايامات مزيونه، كنت كنصلي مقابله صلاتي وكنقرا القران دائما الحمد لله. صافي ولدت بنيتها وفرحنا بها. وملي خرجت من الطبيب مشينا لدار عائله هشام مباشره، رحبوا بيا وتعاملوا معايا مزيان، فرحوا بيا بزاف، بحال اللي تقول ماشي هما الناس اللي كانوا رافضين في الزواج ديالي به. المهم بحكم الام ديالو دائما كتهضر معايا، الام ديالي انا دائما كتهضر معايا في التليفون، وهي تقول لي خاصكم تهبطوا للدار عندنا. بنات نسيت ما قلت لكمش باللي ملي مشيت نولد خالي شنو عمل، مشى بعد ديك الفيرما اللي كنا جالسين حنا فيها، حيت كان صحاب له غير كنسرقوه فيها. المهم هو دانا. المهم هو داني عند عائلتي، مشينا لعندهم. وفي داك الوقت فاش كانت جات كورونا، هو هشام ما كانش عارف باللي هيوقع لنا هيدا. صافي بقينا جالسين مع دار عائلتي. هشام خدم في البني واخا عمرو ما خدم فيه، حتى كانوا سبحانه عليني يطيروا له. كان اللحم طارلو منهم، وكان دايما صابر، كان كيصبر بزاف، عمرو ما قال عييت، كان كيكون البرد بزاف ويمشي غير بالموتور، وما عمرو ما بين باللي معذب ولا كيقول انا عييت.
المهم اما البنات اللي كان كيوقع لي مع عائلتي ما غنهضرش عليه مره. كان كيوقع لي مع الام ديالي مع الاب ديالي، كل مره مشكل. حتى بين خواتاتي كانوا كيوقعوا لي مشاكل. انا رجلي هشام ما كانش باغي يبقى في دارنا، راكم عارفين الراجل ما يرضاش وما يقدرش يسكن عند نسابو. انا اللي كنت كنقول له صبر شويه، غير تقاد الامور شويه شويه ونكريو. واحد النهار صافي قررنا نكريو وسكننا بوحدنا. انا بقيت كنخدم من الدار باش نعاونو، كنت كنزيد السوايع الوليدات في الدار، كنت عامله افواج. كان داكشي ناجح لي حيت كنت كارين بثمن ناقص. كانت القضيه ديال السوايع كتشيد شي حاجه مزيان. حتى لواحد النهار وراجلي قرر يسافر عند عائلته. قلت له واخا اوكي، حيت حتى انا عمرك قلتي لي لا على شي حاجه كنت باغياها ولا خسرتي لي خاطري. صافي البنات مشينا للدار عائلته. واحد النهار قلت له انا ما غاديش نبقى هكذا في العروبيه جالسه، خاصنا نهبطوا لواحد المدينه. البنات كانت بعيده على فين كنا بشي 4 سوايع ولا اكثر شويه. تما البنات هتبدا قصه جديده، هيتزاد الوعي وغيتزادوا بزاف ديال الحوايج في حياتنا اللي كنت ما عرفاهمش في حياتي. مشينا كرينا بيت صغير ومشات الايام وجات الايام وبديت كنخدم في المعامل صعاب وكنضرب تماره وكنقول يا ربي واخا هاد التماره ولا نبقى غير في الدار. ولكن كانت التماره بزاف ديال بصح بقى فيا الحال. كنقول بعض المرات مصاب وكان غير بقيت في دارنا احسن. كنقول كنت مرتاحه واخا كنت كنطيب ونجمع، ولكن هادشي اللي كتب لي الله. كنت البنات بتماره نقص في الوزن. راجلي ماشي ما كانش خدام، كانوا كيوقعوا له مشاكل بحال في الوراق في داك المدينه وعلى لاكارت. المهم حتى لواحد النهار كنجبر راسي حامله بنتي الثانيه. ما كنتش عرفت حتى كيفاش حملت بها مع ديك الظروف اللي كنت فيهم. ومره كنت كنشرب باستيه ديال منع الحمل، مره ما كنشربهاش، كنت كنساها. فاش كنت كنجي من الخدمه كان خصني عاود نخرج نمشي نقري العواول في الحضانه. كنت كنزيد تما السوايع اضافيه للوليدات. وملي كنجي للدار كنجي مسخسخه عيانه، ولكن كنقول الحمد لله. بعدا انا خدامه. المهم داز واحد الوقت وجبرت خدمه مزيانه بصالير مزيان، وحتى راجلي حتى هو جبر خدمه وبصالير مزيان. والحاله الماديه ديالنا هنا بدات كتحسن الحمد لله. عاد بدينا كنخرجوا كنسافروا، عاد بدينا كنعيشوا كاع داكشي اللي ما عمرنا يعني اللي كنا كنحلموا نعملوه بدينا بشويه بشويه كنعملوه. الحمد لله داكشي يعني اللي كنت كنتمنى حتى انا نعملو في حياتي يعني عملته مع الشخص اللي انا كنبغيه وكيبغيني. ربي يسرنا الامور الحمد لله. وكنتمنى ربي يعمل لي البركه في الرزق ديالنا والبركه في وليداتنا. هذه هي قصتي. هادشي وقع في 2017 ودابا رحنا في 2025. كلشي كيدوز بالصبر والثقه في الله غتوصلوا لكل ما بغيتو. وما تنسوش علاقتكم مع الله هي الاولى. نسيت ما ذكرت لكم شي باللي حتى في الرفقه الحسنه ملي كتكون مزيانه وكتجيك منهم الطاقه الايجابيه. كانت عندي واحد الصديقه دائما كتساندني الله يذكرها بالخير، كنت عرفت عليها وبقينا كنبقاو كنهضروا بحال اي جوج صديقات. وكنت كنعاود لها حتى مشاكلي، كانت كتبقى تنصحني وتشجعني نكمل وما نرجعش اللور. كانت كتوقف معايا. المهم البنات سمحوا لي عاود كاين بعض التفاصيل نسيتهم. اللي خالي كان باع الفيرما بلا خبارنا، يعني غير ما علمناش باش نقلبوا على راسنا. كنت صدمت ملي عملنا هيدا وحنا عمرنا ما كنا كنقصوا له شي حاجه ديالو تما نهائيا. ما كنا كنقربوا له حتى شي حاجه ديالو تما. فاش كنا مشينا من عائله راجلي، فاش خرجت من الطبيب مشينا لدارنا شهر. واخا قلت لكم ما كانش باغي هشام، عشنا تما معاهم ديك الشهر. كان كينوض صداع بزاف مع ساكنين معاهم. انتم عارفين الواحد ماشي بحال كيكون في الدار ديالو. وتفكرت البنات ديك الفلوس اللي كان سلفنا داك خالي في العرس، كل شيء رديناه له. داكشي اللي كان كيتسالنا كامل كيخدم راجلي وكان كيرد له صافي. حيت نسيت ما ذكرتها لكمش غير باش تعرفوا. المهم كنت ولدت بنتي الثانيه والحمد لله. المهم واخا دوزنا معاناه وما عمر راجلي تبدل عليا ولا انا تبدلت عليه وعايشين ودابا الحمد لله. هذه كانت هي القصه ديال اليوم. كنبغيكم تقولوا لي في التعاليق شنو الراي ديالكم في هذه القصه.
وتخليو تعاليق مزيونه لصاحبه القصه، ونتمنى كل واحد فينا يتعلم شي حاجه من هذه القصه. وخليو دائما التعاطف ديالكم والكلام مزيون في الكومونتيرات، راه كاينين الناس كيسمعوا كيحتاجوا يسمعوا كلام طيب. شكرا بزاف على المتابعه، نتلاقاو في القصه الجايه ان شاء الله. بسلامه.